تعالوا النهارده اقول لكم على السر بتاعي للوايت صوص. الناس كلها بتحبها من ايدي وبيطلبوها مخصوص من طعمتها وانها خفيفة جدا. يلا بينا نعمل الطريقة. هنحتاج كيس مكرونة. للصوص بقى هحتاج 4 معالق كبار زيت ومعلقتين كبار دقيق. نقلبهم كويس لغاية اما الدقيق يدخل على اول لون الذهبي. هروح منزله عليهم مكعب ونص مرقة. بعد كده اول ما يبقى مدينا اللون الذهبي تماما هروح منزله عليه كوباية مية سلق الباستا. بعد كده هروح نازله عليهم ب3 كوبايات لبن. هننزلهم واحدة واحدة واحنا بنقلب. بصوا بقى هي ما كتلتش معايا عشان انا بقلب وبنزل اللبن واحدة واحدة. لو لا قدر الله برضو كلكعت عادي خالص اعملوها بالبلندر ما يجراش حاجة. ممكن بقى براحتكم تحطوا عليها خضار او جبن. انا بفضل احط عليها خضار. حطيت فلفل الوان 3 دقايق وبعدين اروح حاطه الملح والفلفل. تقريبا نص معلقة صغيرة فلفل اسمر ومعلقة ملح صغيرة برضو. اول ما الملح والفلفل يدوبوا خالص هروح حاطه المكرونه واقلبهم كويس. واول ما احس ان المكرونه شربت الصوص هروح نازله بالذره واقلبهم كله كويس واقفل عليها. بعد 3 دقايق نبدا نقدمها. هتكون المكرونه شربت كويس قوي الصوص والاطعمه من الصوص نفسه. الفكره ان تسيب شويه المكرونه في الصوص هتديها طعم تاني خالص عند التقديم. وبس كده. بصوا بقى طلعت جوسي والصوص كتير مش قليل والمكرونه مستويه مظبوط وفي نفس الوقت شاربه الصوص كويس. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيها لما تجربوها وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب.